السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعين محترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله، وحط لايك وفعل الجرس فضلا منك وليس أمرا عشان غيرك يوصل له الفيديو. مليون مرحب بالمشتركين الجدد، نورتوني زادت القناة شرف ونورا بكم. طبعا انا بشكر كل المتابعين اللي معايا، وبشكركم على كومنتاتكم الجميله في كل فيديو. ربنا يجازيكم خير يا رب. تعالوا بقى النهارده اقول لكم انا هعمل ايه. ده روتين ان شاء الله. ده روتين قبل السفر. يعني انا كنت بعمل قلت بقى ما اقوم اروق الاوض واروق الصاله واروق الدنيا دي شقتي قبل ما امشي، لان كنت تاني يوم يا بنات مسافره رايحه لمامتي، لان من زمان ما شفتهاش وكده. كنت رايحه اشوفها وازورها انا وبنتي الصغيره، عشان ولادي الكبار يعني ما باخدهمش معايا وكده، عشان ايه الدروس والمدارس. فطبعا انا ما اعرفش ظروفي هتبقى ايه هناك، يعني ممكن اقعد وممكن مثلا يعني اجي، يعني ما اقعدش كتير يعني هناك. فانا بسيب ولادي عشان خاطر الدروس والمدارس ما اعطلهمش معايا. فطبعا انا متعوده طبعا لما ايه، طبعا انا بروق على طول، بس يعني بالاخص لما باجي اسافر لازم تكون شقتي نظيفه. يعني انا لو شقتي حتى يعني فيها اي حاجه مثلا خفيفه ولا كده، لازم ان انا ارتبها واروقها قبل ما اسافر، عشان خاطر مثلا لو رجعت في اي وقت الاقي شقتي متروقه ومفيهاش اي حاجه، عشان مثلا يعني ما اعرفش ظروفي هتبقى ايه، ابقى مثلا جايه تعبانه، ممكن مثلا حد يجي معايا من هناك. فما ينفعش ان انا اسيب شقتي كده وامشي. حتى لو عندي الغسيل والله بغسله والترويق وكل حاجه، يعني انا بظبط شقتي خالص خالص قبل ما بسافر. طبعا ده خلاف يعني مثلا ما انا بروقها على طول، ايدي فيها على طول. بس انا يعني يعني انا بالاكتر يعني بحب ايه اديها القلبه دي كلها. يعني بغير فرش السراير، بغير فرش الارض، مثلا بغسل. يعني ده كله بعمله قبل ما بسافر، وانا دلوقتي ده اللي انا بعمله. وحتى انا كنت بطلع السجاد اللي انتوا عارفين ان انا كنت عيناه تحت المراتب. طبعا كنت بطلعه عشان افرشه في الاماكن بتاعته، لان طبعا انا حاسه ان الجو ساقع عندي في الارض، لان كنت فرش البطاطين في البطاطين اللي هي يعني بطاطين خفيفه كده في الارض. فعايزه اقول لكم ان لما سقع يعني ايه، ولادي سقعوا كده، فاضطريت ان انا اطلع بقى السجاد. قلت لا ده وقته، عشان خاطر الشقه عندي صراحه لان فيها سيراميك كده، الشقه عندي ساقعه خالص. فقلت دلوقتي يعني هخلص مثلا ايه، هخلص حاجه حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بعمل بالليل ودخل عليا فعلا الوقت اتاخر. بس انا قلت ابدا اول حاجه اوضه الاطفال، عشان خاطر عيالي تنام، عشان وراهم كانوا مدرسه الصبح وكده. فقلت ما يعني ايه ما يدنهمش قاعدين معايا على ما اخلص وكده، لا قلت لازم اعمل اوضه الاطفال الاول، وبعد كده اكمل بيت الشقه بقى براحتي، عشان هم حتى يدخلوا يناموا ما يعطلوش نفسهم، ويقعدوا يعني ايه بيا وكده. فطبعا انا مسكت اوضه الاطفال، مسحت الخشب كله. طبعا انا كل مره بعمله من غير يعني بعمل خشب من غير ملمع وكده. فالمره دي توفر معايا ملمع صراحه وجبته، وبقيت المع الخشب بيه. عايزه اقول لكم والله الخشب فعلا لمع معايا عن كل مره. يعني كان في تراب كتير صراحة، فانا يعني حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا ايه يعني انضفه خالص، ودي اللي انا عملته. وكنت بشيل المراتب عشان برضه اشيل السجاد من تحتها. بس انا في اليوم ده والله تعبت جامد، لان شلت المراتب من هنا لهنا. وكمان روقت اوضه الاطفال كلها، ما سبتش فيها اي حاجه خالص الا لما روقتها. وبعد كده يعني بعد ما خلصت طبعا انا مش يعني مش يعني انا عملت فيديو بس على قد اوضه الاطفال، لان خدت مني وقت جامد الصراحه. بس غير اوضه الاطفال والله عملت الصاله روقتها برضو، وعملت المطبخ. انا عايزه اقول لكم اني انا كنت فرحانه، وكان النشاط يعني كنت متحمسه شويه ان انا ايه نشيطه وكده، لان كنت رايحه لوالدتي، لان من زمان اول ما شفتهاش وكان نفسي ان انا اشوفها. فكنت مبسوطه بقى إيه ان انا رايحه وكده. فقلت لا لازم يعني قبل ما اروح اخلي شقتي تكون مثلا على سنجة 10، عشان خاطر عيالي برضك بيبقوا قاعدين فيها.
فما ينفعش ان انا امشي واسيبها كده يعني فيها كركبه ولا فيها اي حاجه ما مش حلو مش نظيفه. عندي فرشه الفرشه كلها غيرتها. بس صراحه الغسيل اللي ما لحقتش ان انا اغسله، يعني ده الحاجه الوحيده اللي انا ما عملتهاش قبل ما اسافر. لان كنت بشتغل بالليل، وكان تاني يوم الصبح المفروض ان انا امشي اسافر. لان والدتي في بلد غير بلدي خالص، يعني بسافر لها يعني ايه، بتهيألي يعني في حدود ساعة ونص ساعتين بالكتير. فما كانش ينفع بقى ان انا اغسل وكده، لاني كنت عايزه اروح بدري قبل مثلا ما الجو مثلا يسقع على البنت الصغيره اللي معايا، او مثلا يحصل حاجه. فالواحد لما بيمشي بدري بياخد طريقه بدري، ربنا بيسهلها له. فده اللي انا عملته. حتى انا يعني أنا وقفت شويه دخت من كتر الشغل. لان انا حسيت ان انا عملت مجهود كتير، شلت المراتب من سرير ده للسرير ده عشان اطلع السجاد. فحسيت ان انا تعبت شويه، بس والله كملت برضو، يعني ما قعدتش ولا كسلت. ابتديت برضو ان انا اروق برضو واخلص، عشان خاطر يعني مش عايزه، لاني لو قعدت وكده او عملت الاوضه دي وقعدت مش هعمل حاجه تاني. انتوا عارفين طبعا الجو بيبقى يعني الجو لما بيبقى ساعه وكده، الواحد صراحه يعني بينه وبينكم بيكسل ان هو يعمل حاجه، يعني بيعمل الشغلانه بالعافيه. فاللي وصل عندي هنا يا بنات تصلي كده على النبي، ويحط لي لايك وفعل لي جرس فضلا منك وليس امرا، عشان غيرك يوصل له الفيديو. وربنا يجازيكم خير يا رب ويبارك لكم في حياتكم. انا دلوقتي كنت بلم طبعا انا كنت برمي السجاد وبرمي الحافظات، عشان انا ما ينفعش ان انا مثلا اطبقهم وانا يعني كنت قلت مثلا هخلص حاجه حاجه، وبعد كده هاجي اخر حاجه هاجي مطبقهم ومطلعهم بره بقى عشان اكنس الاوضه وامسحها، اروق الاوضه بقى. وحطيتهم على جنب، ركنتهم على جنب، وابتديت اخد منهم اللي انا عايزاه، يعني السجاد والحافظات اللي انا عايزاها. ابتديت ان انا مثلا اخد منهم، والحاجات الباقيه عندهم في جنب مثلا، في جنب كده على يعني في جنب، عشان لو حاجه مثلا اتوسخت عندي ولا كده من اللي انا فرشاها، يعني اعمل تبديل، اغسل حاجه واحط حاجه. يعني زي الحافظه اللي انا حطاها دي هشيلها واغسلها في الطبق، واحط الحافظه واحط حافظه جديده، مع اني يعني كنت حطاها من قريب، ما مش من زمان ولا حاجه. بس قلت طالما في يعني تغيير في الاوضه، او مثلا غيرت الفرشه وغيرت الاوضه وكده ومسحت وروقت، فما ينفعش ان انا اسيبها بقى. قلت يعني تبقى النظافه كامله يعني. انا بحب كده، يعني انا بحب ان انا حتى لو الحاجه لسه مفروشه ما كملش اسبوع، انا بحب ادي النظافه كامله، عشان تحسي يعني ان في روان فعلا، وان انت فعلا مروقه ومنظفه المكان اللي انت بتعمليه. ده كان اخر حاجه. السرير طبعا اللي هو في الظهر ده ما كنتش عملته، فقلت برضو مديله تلميع عشان خاطر مثلا لما تيجي تكنسي ولا حاجه التراب بيجي عليه. بس انا يعني انا استعجلت وعملته، المفروض كنت انا كنست الاول وبعد كده اعمله. بس انا بيني وبينكم من كتر الشغل وكده يعني، وعايزه اخلص بدري، يعني مسحته وبعد كده كنست. بس بعد ما خلصت الاوضه خالص وفرشتها كمان، عملته برضو لمعته، عشان قلت لو في تراب ولا حاجه ما يجيش عليه. كده انا كنت خلصته، وكنت رحت على الكومودينو برضو. قلت اما اديله برضو لمعه، لان انا كده كده بفرش الكومودينو، عشان طبعا الخشب انا كنت دهناه والله يا بنات من فتره قريبه، يعني مش من زمان ولا حاجه، بس عشان انا كنت دهناه على دهان فابتدى يقشر معايا. فلما ابتدى يقشر معايا فحاسه ان هو شكله وحش، بس باذن الله يعني ربنا يسهلها معايا يا رب ويرزقني يا رب، وان شاء الله ابقى اغيرها باذن الله. الباب قلت مديله برضو لمعه. يعني انا عايزه اقول لكم ان الخشب كله اللي في الاوضه، لا عند الدولاب لا عند الباب لا عند الشباك، كله لمعته. بس الشباك الوحيد اللي انا كان نفسي ان انا اشيله واغسله، بس ما عرفتش ان انا اشيله صراحه، لانه كان جامد معايا. هو اللي بيشيله صراحه جوزي، هو اللي بيشيله وبغسله في الحمام، بس انا ما عرفتش. انا ساعات لما بعرفش اغسله بجيب كرسي وبطلع عليه، وباجي جايبه ميه وغسلاه. بس انا النهارده ما عملتش كده صراحه، لانه كان نضيف اصلا ما فيهوش اي تراب ولا اي حاجه. بس انا يعني اديته تلميعه كده خفيفه. وبعد ما خلصت خالص قلت بقى اما اكنس الاوضه، عشان
اخلص يعني اخلص منها كده خالص، وولادي يدخلوا يناموا كده. حتى انا كنت بعد ما خلصت برضو فتحت المروحه شويه اهويها، بعد ما خلصت، بعد ما كنستها وخلصتها كده وانا بمسح، فتحت المروحه بتاعه السقف عشان الاوضه تنشف معايا وتخلص معايا، عشان ايه؟ عفوا. عشان خاطر مثلا ايه، يعني ما خدش وقت فيها وكده، ما ادانيش قاعده مستنيها يعني عشان افرشها. ده معطر يا بنات، كنت بوريلكم المعطر ده فعلا بيبقى حتى بشوفه براغي ازاي. المعطر ده بيخلي يعني خلي ريحه الاوضه فعلا جميله قوي قوي. المعطر دوت عامل زي ريحه البرفان، بس شكله يعني ريحته صراحه جميله. انا جايباه جديد. هي العلبه ديت بتهيألي في حدود خمسة، يعني بتهيألي 30 في الحدود دي. بس ريحته جميله فعلا. انا حتى مش فاكره اسمه، يعني انا كنت عايزه اوريكم اسمه كده بس مش فاكره اسمه، او اسمه بالانجليزي حاجه زي كده. كده انا كنت مثلا ايه، خلصت انا كده كنت خلصتها خالص. قلت بس يعني امسحها برضو. مع اني والله بنتي قالت لي ماما ما تمسحهاش عشان ما تجيبش ساعة علينا. يعني ايه، هتعمل في المكان، المية هترطب في المكان عشان الجو كان بالليل وكده والجو ساقعة. قلت لها ما تخافيش، انا هفتح المروحة ومش هسقعك، وغير كده انا هفرش الأوضة كلها، يعني مش هخلي لكم حتة فيها الا لما افرشها. وغير كده طبعا انتوا بتضغطوا وبتستغطوا كده، فما فيش حاجة ان شاء الله تبردكم. وما تخافيش، انا حتى بعد ما خلصت خالص والاوضه نشفت معايا اهي، فرشتها كلها وقفلت الشباك وقفلت الستاير، وقلت لها طبعا الاوضه هتدفى، يعني ايه مع الفرش وكده الاوضه بتدفى. قالت لي ماشي يا ماما. وعايز اقول لكم والله ان انا يعني الترابيزه دي انا جايباها لمذاكره ولادي. انا جايباها كده المذاكره بتاعت ولادي، بس جميله جدا يا بنات، بتنفع في اكل، بتنفع في مذاكره حلوه خالص وكده. كنت خلصت معاه يعني خلصت الاوضه خالص. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من يوميات سوسو.